خماسيه يا سيا. الاهلي بيلعب بشعار كله هيدفع الفاتوره وهعلمكم درس في الكوره. انا قلت يا جدعان، انا قلت ان الزمالك عمل فينا خدمه العمر ان هو كسبنا في السوبر الافريقي. انا زعلت ان انا خسرت في السوبر الافريقي، ولكن عارف انت يا جدعان لما بيكون مثلا مربي وحش مفترس مثلا او حاجه يعني اللي هو مثلا حاجه متوحشه كده وبعدين تجوعها بقى. عارف انت الزمالك في السوبر الافريقي جوعنا، خسرنا وجوعنا. انت دلوقتي بقى ماشي عمال تاكل في كل اللي قدامك. اقسم بالله يا جدعان الاهلي لو فضل على كده هيعمل موسم تاريخي، بالرغم ان مفيش صفقات ولكن اللعيبه عايزه في اراده يا جدعان. الشوط الاول يا جدعان الاهلي ما كانش قد كده فنيا، نص الملعب كان واقع منه شويه، وكان عنده يوسف ايمن دفاعيا مش احسن حاجه. انا مش هينفع طبعا اعتب على يوسف ايمن، اول ماتش ليه رسمي من اول ماتش لاخره، فلسه مع الوقت ممكن يجي ويبقى فورمه ان شاء الله. ولكن ايمن الرمادي تكتيكيا الشوط الاول كان هارس كولر. الشوط الثاني يا جدعان كولر انا عايز اقول لك ان هو علم على الرمادي علامه في وشه مش هينساها طول التاريخ. اقسم بالله انا احب كده بقى. كولر رجع يا جدعان فنيا، يعرف يقرا الماتشات تاني، يعرف ايه اللي ناقصه في الماتش. الشوط الثاني نزل خالد عبد الفتاح وقفشه ظبطوا له الدنيا، نزل اثنين حريفه اللي هو قفشه وامام عاشور. سيراميكا ما بقاش اصلا ملاحق على من كتر الهجمات بتاع الاثنين. قفشه نزل ظبط نص الملعب مع امام عاشور، عملوا قوه جامده جدا في نص الملعب. انا عايز اقول لك يا جدعان ان الاهلي اول ماتش ليه في الدوري، يمكن اول مره من 5 سنين الاهلي يفتتح الدوري بماتش عالمي زي ده. كل اللعيبه اللي لعبت كانت تستاهل انها تجيب اجوان، جابت اجوان النهارده. الاهلي بيقدم عرض متعه وبيقدم متعه كرويه. يعني الشوط الثاني اداء ونتيجه ومتعه، يعني الشوط الثاني تقريبا ما يختلفش عن الاداء اللي كان بيقدمه في ماتش العين. هو ده الاهلي يا جدعان، هو ده الاهلي اللي احنا بنستناه كل سنه. الاهلي بقى له فتره بيكسب ماتشات من غير ما يلعب. الشوط الاول قلنا ان الشوط الاول الاهلي كسب بس ما لعبش، الشوط الثاني كسب ولعب وعمل نتيجه وعمل اداء. كل لعيبه الاهلي اللي كانت في الملعب ما حدش فيهم اثر باستثناء مستوى يوسف ايمن طبعا اللي هيجي مع الماتشات. مبروك لينا يا سيا.